السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم الشيف محمد، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله، اللي غنقدم لكم فيه هاد الوصفه بسيطه ونتمنى تكون خفيفه على قلوبكم ان شاء الله. فلفله معمره بفيرميسيلو الكفته. كنشدو المول ديالنا، كندهنوه بالزيت وكنديرو الفلفله ديالنا وكندخلوها الفران باش طيب لينا نص طيبه. كندير الماء باش كندير فيه الفيرميسيل باش كتطلق بهذا الشكل هذا. كنلقاه في داك الماء الخوت ارى ليا المقيله، نديرو فيها زويته والبصيله والفيون داشي بهذا الشكل الخوت. كنخلطو الخليط ديالنا كامل، البصله مع الفلفل مع الكفته بهذا الشكل هذا. كنزيدو شويه ديال الفلفله حتى هي ما نساوهاش بهذا الشكل هذا الخوت. كنخلطو كلشي. كنزيدو شويه ديال الملحه باش ما تجيناش مسوسه، وشويه ديال الابزار حتى هو، وكنخلطو الخليط ديالنا كامل بهذا الشكل الخوت. من بعد ما طابت ليا الفيرميسي طلقات، قطعتها بالمقص وغادي نديرها مع داك الخليط وغنخلط كلشي او خليطي او جليطي بهذا الشكل هذا. غادي نزيدو شويه ديال البيشاميل حتى هو، وغادي نخلطو ونجلطو كلشي بهذا الشكل هذا. نتمنى الفيديو يعجبكم الخوت ويلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله باذن الله. من بعد ما طب ما من بعد ما حصلنا هذيك الحشوه بحال هكاك، غادي نشدو داك المول اللي كانت فيه الفلفله، غادي نديرو فيه شويه ديال البيشاميل، صوص بيشاميل. راكم عارفين صوص بيشاميل كيفاش كتصايب، يعني بلا ما نحتاج نقول لكم. نزيدو مع شويه صوص طوماط وكنخلطو كلشي باش كنحصلو على صوص غوز. من بعد كنشدو الفلفله ديالنا كنديروها في داك اللومول وكنعمروها بديك الحشوه اللي صراحه جات هائله. يا سلام، عجبتني وطابت مزيان. غير غطيوها من ندخلوها الفران، غطيوها بشي حاجه حتى تحسوا بها باللي طابت. عاد حيدوا بابي الومنيوم اولا بابي كويسون باش يذوب لكم داك الفرماج من الفوق بهذا الشكل الخوت. كنديروا ليها شويه ديال الفرماج وصوص بيشاميل من الفوق بعد ما عمرناها. كنسدوها ساد. من بعد ما دخلنا الفران حصلنا على هذا الشكل هذا ديالها، وهذا هو الشكل النهائي الخوت. اتمنى من الله يعجبكم الفيديو الخوت وجربوا هذه الوصفه هذه. اتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وهذا هو الشكل ديالها بعد ما دريسيتها. ما تنسوش الخوت دعمونا بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم وبلي جيم ديالكم، وفي فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. دوزو بخير.